بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. بصوا بقى، النهارده عملت معاكم حاجه كده، ولا ان هي مصريه ولا ان هي غربيه، ولا يعني حاجه كده ايه، لمه ومش لمه. يعني انا هسميها العجينه السحريه البسيطه الخطيره. تمام. عشان نعمل العجينه السحريه البسيطه والخطيره دي لازم نعمل ايه؟ نصلي على النبي ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. تمام. معايا 4 معالق كبار من السكر، ممكن نقللهم شويه ل3 أو 2 على حسب الرغبه، بس هي دي الممتازة. معايا كيس بيكنج باودر، كيس خميرة، وده نص كيلو لبن رايب. يعني انا لو غبته ازاي في كيس كده، انا بجيبه من عند اللبان وبخليه زي ما هو في كيسه بخيره كده هون على الترابيزة. لو في الشتاء، في الصيف بدخله التلاجة على الرف زي ما هو في كيسه كده. اول ما تاني يوم بقى باجي نفس الميعاد بيكون راب معايا وزي الفل، باجي ماسكه خبطه خبطتين كده بس بايديا، اللي يجي سايح وزي ونايح وزي الفل. تمام. دي دون كيلو دقيق. تمام. خد 3 معالق أو 4 معالق سكر على حسب الرغبة، كيس بيكنج باودر، كيس خميرة، رشة ملح، واللبن نص كيلو لبن رايب. صلوا على النبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العجينة معايا احتاجت معلقتين أو 3 معالق لبن حليب عادي يعني، أو مية، أو لو عندكم رايب تاني اشتغلوا يعني. فهمتوا؟ اذكروا الله، وحدوا الله، وصلوا على النبي، ونكمل الفيديو معانا. تمام. صلاة النبي هي مكسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبتدي اعجن لحد ما العجينه معايا تلم، بس انا عايزها تكون بتلزق، مش عايزها يابسه. تمام. او ناشفه، لا انا عايزها تكون طريه كده ملديه كده. تمام. انزل عليها بكام؟ ب200 جرام من السمنه، سمنه بلدي، سمنه هولنديزي حتى مش مشكله، بس اهم حاجه تكون سمنه. تمام. السمنه دي بصراحه مش سمنه بلدي، لا دي سمنه اللي هي من العلب يعني. هي مش هتفرق في العجينه دي، مش هتفرق فيها سمنه بلدي او مش سمنه بلدي. تمام. بس اهم حاجه تكون السمنه مثلا يعني ناخدها من البرطمان ونحطها على طول، مش عايزها تكون سايحه، لا انا عايزها كده تكون مرمله. تمام. ايا كانت بقى بلدي او مش بلدي، تكون مرمله. الزبده برضو تكون ساقعه، بس ما تكونش طبعا متلجه، بس تكون ساقعه. تمام. عشان مش عايزها تسيح في قلب العجينه، انا عايزها تفضل تكون ملمومه في العجينه بس مرمله. تمام. طبعا ما تنفعش الزيت، انا عايزها لما اجي كده اقطم منها كده تكون بتكريسبي كده من بره وطريه من جوه زي الكرواسون كده، او فهمتوا يعني؟ عايزة كده تكون حاجة مختلفة. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزكم بس تقولوا ايه رأيكم في طبق ست اللي انا سرقته من عندها، عشان دي متعرفش، هتعرف الفيديو ان شاء الله بإذن الله، اول ما تشوفها هتعرف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقولوا لي رأيكم ايه، عشان انا بصراحة عشان احنا في رجب وكده، كل سنة وانتم طيبين، اكيد انتوا عارفين، فمستحرم. فانا قلت ايه، لو عجبكم هقول يا ست انا خدته، ما عجبكوش ابقى اروح ارجعه تاني مكانه، ويا ست اصلا كده كده مش بتركز في المواعين اللي عندها يعني، عشان مش بتخوننا، بس احنا نتخون عادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا العجينه معايا ما خمرتش خمران، يعني مثلا ما قعدتش ساعه او كده، لا انا بعيدها بس ايه ربع ساعه 20 دقيقه، عشان خاطر ترتاح والخميره تمشي فيها. تمام. قبل بس النقطه دي عايز انبهكم لنقطه معينه. قبل النقطه دي، العجينه دي بتتعجن كويس جدا 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 جدا. بنعجنها كويس جدا عشان خاطر تعمل معانا عرق كويس جدا، عشان خاطر تكون زي ما انا عايزها، تكون كريسبي من بره ومن جوه مورقه ومهويه وطعمها حلو. تمام. بصوا بقى، عندكم 1000 طريقه ان انتوا تسجلوا بيها، هي كده كده زي ما قلت لكم، اي شكل هتكون كريسبي من بره، كريسبي حاجه بسيطه ومهويه وجميله ومش مكبوسه من جوه. تمام. في اي تشكيله هينفع فيها. انا عملت اول شكل اللي هو مثلا برمتها كده ولفتها على بعضها. تمام. في شكل تاني زي اللي انتوا هتشوفوه معايا كده اهو، وركزوا معايا في التفاصيل. لو العجينه ما مشيتش معاكم على الترابيزه، هندهنها دهنه زيت. عايز اقول لكم ان هي دهنه الزيت اللي انا دهنتها في الاول بس بزيت آلية. ما استخدمتش ما احتجتش ان انا احط تاني، لا هي كانت فضلت شويه الزيت دول فضلت اعملهم بيها لحد ما خلصت. تمام. في حاجه بقى انا غلطه انا غلطتها وكنت عايز اقول لكم عليها عشان المصداقيه يعني والامانه بصراحه يعني. انا المفروض ادهن الصواني زيت. تمام. انا ما دهنتش بصراحه، نسيت. فلا انتوا دهنوا. تمام. ده الشكل التاني، برمتها واسعه وبعد كده عملتها زي ما انتوا شايفينها كده، واحده في واحده واحده في واحده، وبعد كده لميتها على بعضهم بقت شكل كوره يعني او مدوره. شكل حلو برضو ده. تاني معلش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. محتاج منكم ان انتوا كلكم تدعوا لي
انا في امس الحاجه الفتره دي لدعائكم، اتمنى ما تنسونيش في دعائكم، ما تنسوش تصلوا على النبي كتير، تذكروا الله كتير، تحوكلوا كتير، قربوا من ربنا. احنا في ايام جميله، في رجب، في شهر القصب، يعني شهر الخير، شهر الحسنات فيه بتتضاعف، فاحنا عايزين نزود من حسناتنا، نصوم، نصلي، نذكر ربنا، نقرأ قرآن، حتى لو في مواصلات، حتى لو احنا مثلا قاعدين في البيت مثلا بنتفرج على التلفزيون ماسكين سبحة في ايدينا. الصلاة، نهتم بصلاتنا، نهتم بزكانا، نهتم لو نعرف نطلع حتى لو وجبة واحدة بس، مثلا كل فترة كده نطلع وجبة. واحنا بنعمل اكل مثلا لبيتنا، ربات البيوت، اصحاب المنازل القوية، لو بتجيب فرخة خليهم فرخة وورك، ونزلي الورك لله. وجد بجد هتفرق معاكم، وان شاء الله باذن الله يعني احنا وانتم في الجنة بامر الله. صلوا على النبي بقى واذكروا الله. تمام، نكمل الفيديو بتاعنا معاكم. بصوا، انا هنا عملت شكل اللي هو السماعة، واحدة اللي هتلف شوية من الناحية دي وشوية شوية من الناحية دي، ودي الشكل دون غالبا هتكون الضفيرة. اه، ده شكل الضفيرة. برضو شكل الضفيرة حلو برضو. بصوا احنا عملناهم لا، ده مش شكل الضفيرة كده. مش هنشوف دلوقتي شكلي، والله العظيم يا جدعان انا بعمل فيديو بنسى اصلا حاطط ايه عليا. بس خلي بالكم بقى، كيس كوفي بريك، والله العظيم والله العظيم دي مش شكرانية في صاحب الشركة دي، بس أنا نفسي ابوسه. والله العظيم عامل لنا حاجة بتعدل المزاج وتروق الباقي، سطلانة سطلانة من الآخر، حاجة ممتازة أوي. تمام. تمام. بص، ده شكل ايه ده؟ برضو نفس الشكل؟ لا، ده شكل اللي هو المطول، يعني انا عملتها كده وسبتها. تمام. عملتها 2 في 2 وسبتها زي ما هي كده. ده شكل برضو. ماشي. وده ايه؟ هنشوف اهو. يا مسهل الحال يا رب. بصوا، دي بقى حاجة كده مش شرط تعملوها، بس انا بحب اعملها. بعمل العجينة مطولة قوي بس رقيقة جدا. تمام. مطاولة ورقيقة. بعد لكم كيس الكوفي بريك بس عشان خاطر انا بحبه. ماشي. لازم تكون رقيقة جدا، فهمتوا حاجة؟ وبعد كده بنعمل خليط كده بين السكر والقرفة، ونحطه على وشها، ونحطه في قلبيها كده، بيكون طعمه حلو قوي برضو. عايزكم تجربوه برضو. تمام. بس انا بصراحة انا بس اللي باكلها كده، فعملت منها 2 بس على قدي، لكن انا عندي هنا في البيت بياكلوها سادة بس. بنبرمها في قلبها القرفة والسكر، وبعد كده نلفها لفتين، 3 4 5 6 7، وبعد كده بنيجي عاملينها زي التانية بالظبط. تمام. هسيبهم بقى اما يخمروا كويس جدا، وبعد كده هرجع لكم. بصوا خمروا وحلو ازاي وتضاعفوا كده، الله اكبر البتاع بقت ما شاء الله، يعني ما شاء الله بجد. بصوا بقى، انا هنا هحط لبن على الوش عشان خاطر السكر يلزق فيها، ودي خطوة مهمة جدا. لبن يكون دافي ما يكونش ساقع، عشان خاطر العجينة معانا يعني ما تهبطش. لو السكر مش لو الس... لو اللبن مش دافي شوية، العجينة هتهبط منكم. تمام. لا، احنا عايزينها عشان الخميرة تفضل نشطة، لازم اللبن يكون دافي شوية. تمام. صلوا على النبي بقى واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على طبيب قلوبي وقلوبكم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. ده سكر ابيض عادي، هبدأ ان انا ارشه على وش البتاع القرصة او العجينة او القطعة، عشان خاطر تكون مخرفشة كده من بره، تكون مكرملة كده، فيها طعم جميل، وسكر سكر 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 يا ناس سكر.
بصوا بقى، الفرن لو فرن بلدي زي دون هنوطي من الجناب ونوطي من تحت ونبدأ نسوي عادي زيها زي القرص وزي الحاجات دي. لو فرن بوتاجاز درجة حرارة 180 أو فرن كهرباء درجة حرارة 180 بياخد من 20 دقيقة ل25 دقيقة بالكتير أوي. تمام، بياخد لون من تحت وبعد كده بنديله لون من فوق. تمام، بنقول لها باي باي كده وهي داخلة الفرن ونقفل الفرن ونقعد جنبيها. أول ما تبدأ إن هي تاخد وش كده تبدأ إن هي تشتغل، باجي أقلبها الناحية التانية عشان كلها تشتغل معايا نفس الشغل وعشان تطلع بالجمال والحلاوة دي. ربنا يبارك لي والله، ربنا يخليني. شايفين الحلويات، شايفين السكالانسات، أنا ولا ربنا يحميني والله. أنا مش عايز أشكر في نفسي أكتر من كده، بس فعلا فعلا الحمد لله.